الرحمن الرحيم. النهارده انا بجزيره الروضه في اخر حته في جزيره الروضه ناحيه الجنوب، وعند منطقه مقياس النيل وقصر المنستير. قصر المنستير طبعا ده كان قصر احد القاده اللي كانوا موجودين مع محمد، يعني اسره محمد علي باشا. ومقياس النيل الموجود ورايا ده تم تجديده ايام يعني فتره اسره محمد علي، فتره عباس حلمي الثاني. لكن المقياس نفسه تحت هو عباره عن عمود رخام ارتفاعه 19 دراع، وبني من 1200 سنه تقريبا ايام الخليفه المتوكل، ايام الدوله العباسيه والخلافه العباسيه. كان هدفه ان يتقاس النيل ارتفاعه قد ايه، مستوى الفيضان ومستوى النيل كل يوم، علشان يشوف يعني المحاصيل هتتزرع ايه هي بناء على ده، ويشوف بعد كده الدوله بتاخد كام والمسلمين بياخدوا كام، وحسابات طبعا اقتصاديه. طبعا المقياس ده تم في العادي ارتفاع مستوى النيل كان 16 دراع تقريبا، ولما بيحصل فيضان كان بيعدي يوصل 19 دراع و20. 19 دراع ده اللي هو ارتفاع المقياس كله يعني. وبعد كده يعدي ويفيض، وممكن كان بيغطي الشوارع لما كان فيه. طب امتى وقف بقى؟ واستخدامه وقف سنه 1970 مع انشاء السد العالي وتشغيل السد العالي. يعني خلاص الفيضانات كانت وقفت، فبقى المقياس دون بقى مزار سياحي موجود. بس انا ورا هنا بقى هنلاقي النيل كله ورا هناك ورانا. تمام، احنا دلوقتي في اخر جزيره الروضه يعني. ورانا هنا هيكون في جزيره الدهب بقى والدائري، بقى كده جزيره المعادي وجنوب مصر في الاتجاه اللي انا واقف فيه دلوقتي. طبعا القصر نفسه بتاع المنستير، لو بصينا هنا كده هنلاقي في برامده شكلها خطير جدا. يعني الراجل ده كان بصراحه احسن يمكن موقع من وجهه نظري انا شفته في القاهره هو الموقع ده. اكيد كان بيقعد يشوي، اكيد كان بيقعد بالليل هنا يقعد يتفرج على النيل، والصبح الشروق والغروب. طبعا حاجه رائعه يعني. المنظر عامل حاجه جميله جدا، ومصر فيها حاجات كتير تستحق الزياره يعني. طبعا ده مقياس النيل اللي موجود في جزيره الروضه اهو. ده العمود بتاع مقياس النيل. المقياس ده طبعا كان لما بيشتغل لغايه السد العالي، فتره السد العالي. بعد كده المقياس نفسه يعني بعد ما اشتغل السد العالي المقياس خلاص مبقاش بيشتغل يعني. تمام، فهو كان بيوصل 16 دراع في العادي، 16 دراع. وبعد كده لما بيحصل الفيضان كان بيعمل 16 دراع، فكان العمود نفسه كله بيتملي. العمود اللي هو الرخام نفسه اللي هو اللي تحت اتبنى من 1200 سنه ومن الدولة العباسية. وطبعا اشتغل لغاية 1970 في مصر هنا لغاية فترة السد العالي وكده. هو من طلع السد العالي خلاص وقف، خلاص مبقاش فيه بقى فرق، خلاص مبقاش فيه. فبالتالي وقف استخدام المقياس بتاع النيل وضغط قصر المنستر في منطقة الروضة، أو جزيرة الروضة في آخرها خالص، آخر جزيرة الروضة خالص من ناحية جنوب جزيرة الروضة يعني. عمل معماري كبير يعني. السلام عليكم.